النهارده هنعمل كفتة الحاتي بكل تفاصيلها وتكاتها، وطعمها خرافي، وكمان هتبقى طرية ولذيذة جدا. في سر هقولكوا عليه، هو ده اللي بيخليها طرية وبتتني معانا كده زي بتاعت بره بالظبط. تعالوا نشوف مقاديرنا ايه. كيلو من اللحم المفروم، ومفروم كويس قوي، وفي نسبة دهون. لو اللحمة ما فيهاش نسبة دهون بنحط معلقة سمنة كبيرة، عشان خاطر لازم تبقى طرية عشان هندخلها الفرن، فلازم يبقى فيها نسبة دهن شوية. عندي بصلتين وسط مقطعاهم فرماهم، وهنحط عليهم اول حاجة معلقة ملح عشان تنزل ميتها خالص، ونحط البصلة في اللحمة. عندي ربطتين بقدونس، اللي هي كوبايه كبيره من البقدونس المفروم. عندي بقى البهارات بتاعتي. اول حاجه معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه من الملح، معلقه بابريكا، والمعلقه دي برضو صغيره من البابريكا، معلقه صغيره من الثوم الباودر، ومعلقه صغيره من البصل الباودر، وعندي عصير ليمونه، ومعلقه كبيره من بهارات الكفته. دي كل المكونات او البهارات بتاعه اللحمه. عندنا صوص كده هنعمله هندهن بيه الكفته واحنا بنصبعها، وهو عباره عن ميه البصله اللي هتطلع من هنا، هحط عليها طماطمايه مبشوره، ومعلقه سكر، وبرده ليمونه معصوره، ومعلقه خل، ومعلقتين من الزيت. هنبتدي نعمل اول خطوه، وهي ان احنا هنحط مكونات اللحمه على بعض. هنحط اللحمه المفرومه، كيلو لحمه مفرومه بتاعنا، عليه البصلتين الوسط اللي انا حطيت عليهم معلقه ملح، وسبت الميه لحد ما صفت، وبعد كده عصرته بقى اهو بصل ناشف خالص، وخدت الميه عشان هنعمل بيها الصوص بتاع الكفر بتاع الكفته. عندي 2 فص من الثوم مفرومين، عندي معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه من الملح مليانه، عندي معلقه من البابريكا، معلقه صغيره من الثوم الباودر، ومعلقه صغيره من البصل الباودر، ومعلقه كبيره من بهارات الكفته بتاعتنا، وعصير الليمونه. والسر في الطراوه بتاعه الكفته، والسر الخطير اللي هيخليها تحفه، هي المعلقه الصغيره بتاعه البيكنج باودر دي، وكمان معلقه كبيره من النشا. معلقه كبيره من النشا دي بتديها طبعا طراوه وبتخليها الاستيك كده، يعني بتتني معانا. البقدونس المفروم بعد ما قلبناها هنحطها بقى في الميكسر، هنضربها ضربه واحده بس، هنحطها كده ونقلبها او نضربها ضربه واحده بس، عشان كل الخليط اللي عندنا يندمج مع بعضه وتبقى طريه.
نصبعها. هنجيب اول حاجه طماطمايه مبشوره، معاها معلقه من الصلصه، عندي عصير ليمونه، عندي ميه البصلتين الوسط اللي انا طلعتهم، معلقه السكر، نص معلقه من الملح، وربع معلقه من الفلفل الاسود، وعندي معلقه من الخل كبيره، ومعلقتين من الزيت الكبار، عشان تديها لمعة جميلة جدا من بره. ونقلب الخليط ده كويس جدا كده. وكده الصوص بتاعنا جاهز. هنصبع الكفتة ونوريكم هنعمل ايه. تعالوا نشوف هنصبع الكفتة مع بعض ازاي. اول حاجة لازم اجيب صينية كبيرة وعليها شبكة بتاعة الفرن الكهرباء او الفرن بتاعك، احطها على صينية. طبعا لو ما عندكيش شبكة بتاعة الفرن الكهرباء، ممكن شبكة الفرن بتاعك العادي وتحطي تحت صينيتين فيهم مية. هنحط اول حاجة كوبايتين مية في الصينية اهو. ده بيسوي الكفتة بطريقة جميلة جدا جدا، وتفضل طرية من جوه ومن بره اهو. هنحط كوبايتين المية بتوعنا وهنبدأ نصبع الكفتة ونحطها على الشبكة دي. طبعا احنا عارفين هنحطها واحدة واحدة وهنوريكم ازاي. بس اول حاجة قبل ما نحط الكفتة هنعمل ايه؟ هنجيب الفرشة بتاعتنا فيها زيت وندهن الشبكة بتاعتنا عشان الكفتة ما تلزقش فيها، وهي ان شاء الله مش هتلزق ولا حاجة، بس احتياطي ان احنا نعمل كده عشان الكفتة بتاعتنا تطلع جميلة وطرية وما تلزقش ويبوظ شكلها. تعالوا نشوف بقى في خشب بتاعنا بتاع الكفتة هنصبع ازاي اهو. ده عندنا الكفتة بعد ما خرجناها من التلاجة بعد نص ساعة، وده الصوص اللي هنعمل بيه كفر للكفتة. هنبتدي نصبع الكفتة مع بعض ونعملها بالصوص بتاعنا من بره. دي الكفتة بعد ما خرجناها هناخد منها جزء جزء مع اهو العصيان بتاعه الشيش طاووق او الكفتة. هنجيبها اللي هي تخينة شوية عشان تبقى لما نصب عليها الكفتة تبقى ماسكة وحلوة ويبقى فيها فتحة تسويها كويس جدا اهو. هنجيب الكفتة بتاعتنا كرة حلوة كده، نجيب العصاية بتاعتنا اهي ونصبع الكفتة بالشكل الجميل ده، ونعمل علامة بصوابعنا كده اهو. وبعد كده نجيب الصوص ده وبايدينا كده ندهن الكفتايه من بره اهو بالشكل الجميل ده. نعملها بايدينا كده ونحطها على الصينيه. هنعمل واحده تانية مع بعض اهو. نجيب الكفته نعملها بالشكل ده. بعد ما نظبطها اهي، شايفين ماسكه ازاي مش بتقع؟ بعمل كده بصوابعي، وبعد كده هجيب الصوص وبايديا ادهن الكفتايه من بره زي ما احنا شايفين اهو، عشان من كل الاتجاهات عشان تاخد طعم الصوص الجميل ده. هنحطها على الشبكه اهي.
حياتي. هنعمل صوص الطحينة مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة وبيطلع جميل جدا ومظبوط. تعالوا نشوف مقاديرنا ايه. 3 معالق من الطحينة كبار، وعندي فص كبير من الثوم، وعندي معلقة كبيرة من البقدونس المفروم، وعندي معلقتين من الزبادي، وربع معلقة من الثوم الباودر، ونص معلقة من الملح، وربع معلقة من الكمون. ودي المقادير الحلوة قوي 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 للطحينة. ومعانا كمان معلقة كبيرة من الخل. ولو الصوص لقيناه ماسك شوية بنحط شوية مية لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. تعالوا نعملها مع بعض. هنحط اول حاجة الطحينة، وهنحط معلقتين الزبادي. الزبادي بيديها طعم جميل جدا جدا، وفص الثوم، ربع معلقة الثوم الباودر، معلقة كبيرة من البقدونس، عندي ربع معلقة من الكمون، ونص معلقة من الملح. ونبدأ نقلب الخليط بتاعنا ده مع بعضه كده. ونحط معلقة الخل الكبيرة، وشوية مية، ونقلب. شايفين القوام بتاعها بقى عامل ازاي، جميل ازاي. ممكن نخففه شويه بشويه ميه. عايزاكم تجربوا الطحينه بكوبايه او معلقتين الزبادي دي، جميل قوي قوي قوي، وبتدي وبيفرق في طعم الطحينه قوي. وطبعا بتعمل لنا كميه حلوه قوي من الطحينه. اهو شايفين القوام بتاعها حلو جدا، والبقدونس اللي جواها ده بيدي طعم حلو قوي قوي قوي. احنا كده وصلنا للقوام اللي احنا عايزينه. تمام كده. وهنجيب شويه بقدونس على الوش كده. يا سلام، ادي الطحينه بتاعتنا شكلها رائع وجميل. ودلوقتي دي الكفته بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، خدت بالظبط 25 دقيقه لنص ساعه. شايفين شكلها عامل ازاي، تحفه ويجنن. هنشوف دلوقتي هنطلعها من الخشبه دي بطريقه سهله، وهنعمل الفحم عشان تبقى كأنها جايه من بره. هنجيب حله بتاعتنا اهي، وهنفك. بصوا، هنزق كده الكفته، هنزق كده الكفته بايدينا من تحت. بصوا هتنزل ازاي في منتهى السهوله اهو. بصوا بنزق الكفته كده، ومن هنا ومن هنا، وبعد كده بتنزل في منتهى السهوله. ده معناها انها استوت، عشان اهو بنزقها من تحت ومن فوق، وبعد كده بنسحبها، وما بتتكسرش وما بتتقطعش ولا اي حاجه اهو كده. بتنزل معانا اهو بمنتهى السهوله. بصوا اصلا هي طريه ازاي معانا، طريه خالص زي بتاعه بره اللي بتيجي من بره بالظبط. ولا واحده فيها اتقطعت ولا اتكسرت. هنيجي نعمل بقى فقره الفحمه. هنجيب
الفحمة بتاعتنا. الطبق بتاعنا اللي احنا متعودين بنعمل فيه الفحمة، وهنحط عليه شوية سمنة ونقفل الغطا عشان نبقى فحمناها وكأنها معمولة على الفحم زي كفتة الحاتي بالظبط. بعد ما هنسيبها 5 دقايق كده هنغرفها ونوريكم الشكل النهائي التحفة بتاعها ايه. شايفين الكفتة بتاعتنا هي، عايزة اوريكم طراوتها وحلاوتها. بصوا بتتني ازاي. تعالوا بقى نقطمها كده. الله، بصوا ندوقها بقى مع بعض. طعمها رائع ويجنن مع صوص الطحينة طبعا بتاعنا. ان شاء الله تكون الحلقة عجبتكم. لو عجبتكم الوصفة اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو تاني مع غادة محمد من مطبخ طباخة هانم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.